طبعا زي ما اتعرفنا، زي ما انا قلت، على بعض على الانستجرام. كان عندها 15 سنة، عرفوا بعض من على السوشيال ميديا، وأول مرة شافوا بعض في الحقيقة بالصدفة كان في المستشفى. ومريم حاولت تنهي حياتها ولحقوها، وهنا كانت بداية حكاية ألطف قابل على السوشيال ميديا، مريم وأشرف اللي استلف تمن الدبلة علشان يخطبها. مروا بظروف كتير صعبة وحبهم كان الأقوى، ومتجوزين بقالهم سنتين وخلفوا من أيام. قصة حب مريم وأشرف ولا في الأفلام، إزاي من السوشيال ميديا شافها بالصدفة واتجوزوا، تفاصيل لأول مرة تعرفوها عنهم في الفيديو ده. مريم وأشرف ما كانوش يعرفوا بعض ولا عمرهم شافوا بعض أبدا، بس اتعرفوا على انستجرام، واللي بينهم كان شات وبس. واللي بدأت مريم وبعتت له فولو، رد لها أشرف الفولو وقلب على صورة، كانت البداية. فضلوا يتكلموا لفترة شات لحد ما في مرة كان أشرف في المستشفى وقابل هناك مريم، شبه عليها ولقى معاها ست دي بقى تبقى سمورة اللي بقت حماته بعد كده. طبعا راح وسألها انتي مريم، وعرف انها تعبانة وأمها قالت له انها حاولت تنهي حياتها. أشرف معرفش وقتها تفاصيل، وكل اللي طلبوا من أمها رقمها علشان يطمن عليها. بقى بيتصل بيها كل شوية ويكلم أمها ويقول لها اديني مريم أطمن عليها. مريم ما كانتش تعرف إنه عارف بقصة تعبها دي ولا إنه أشرف كان عارف تفاصيل. بس مريم في الوقت ده كان عندها 15 سنة، ومش أول مرة تحاول تنهي حياتها، ولكن بسبب ظروف انفصال باباها ومامتها وإنه مش بيسأل عليهم ولا ليه علاقة بيهم، فكان صعب عليها، خاصة إنها كانت طول الوقت في احتياج ليه. وده طبعا رغم إن سمورة ما كانتش مقصرة معاها في أي حاجة، ولكن زي أي بنت في احتياج لأبوها. أول ما شافها أشرف في المستشفى قرر إنه يقف جنبها ويساعدها وما يسيبهاش. طبعا أشرف عرف من أمها قصتها كلها بس بطريقة غير مباشرة، وواحدة واحدة خد رقم مريم من مامتها، وما كانش في دماغه أي ارتباط. مكالمة في التانية، خروجة في التانية، شهر بالظبط واعترف لها بحبه، وكلم مامتها في الحال ده يعرفها مشاعره تجاه مريم وإنه عايز يخطبها. وقتها أشرف كان يوتيوبر وبيعمل فيديوهات مع الناس في الشارع، وقناته ما كانتش اسمها مريم وأشرف. أشرف قال وقتها أنا كنت شحات ومش معايا ولا جنيه، ولكن لا أمه في ظهره وبتشجعه ينوي وياخد الخطوة، وهيلاقي بعد كده تيسيرات ربنا ليه. وحصل فعلا، أشرف استلف تمن الدبلة علشان يخطبها، ولكن اتفاجئ باللي عملته حماته. جابت لمريم خاتم ذهب وقالت له اعتبره سلفة، ولما يكون معاك فلوس هات لي تمنه. طبعا الموقف ده خلاه يتمسك بيهم أكتر، ويومين بالظبط وكان مرجع لحماته فلوس الخاتم. اتخطبوا سنة وقضوها خلافات ومشاكل، لدرجة إنهم كانوا هيفركشوا لحد كاتب الكتاب، ولا كانوا جابوا شقة ولا عفش ولا جهزوا نفسهم. حماته باعت ذهبها وحماه بعت لهم فلوس، وجابوا الأجهزة وجابوا الشقة، وكل واحد من ناحيته يحط اللي يقدر عليه لحد ما جهزوا نفسهم، وبدل العفش جابوا 2 لأن الأولاني وصل ليهم متكسر ومش مؤهل خالص. كل التعب اللي شافوه ده هان أول ما قربوا يتقفل عليهم باب واحد، وحسوا قد إيه إن رغم المشوار الطويل ده المتعب، ولكن ربنا كان معاهم ومن أول لحظة. وهو اتجوزوا بقالهم سنتين وخلفوا من أيام مالك اللي جيبه معجزة، بعد ما دكاترة كتير قالوا لمريم إنها مستحيل تخلف. رأيكم إيه في قصة حب وجواز مريم وأشرف اللي ادت أمل لشباب وبنات كتير إن النصيب غلاب ولازم حبهم يكون الأقوى ويتمسكوا ببعض رغم كل الظروف؟